خليك ثابت شوية. ايه زي الفل. زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما وعدناكم ان احنا نطلع رحلة صيد، وقلت لكم اكتر من مرة على كده. طبعا طلعنا النهارده اهوت، النهارده الجمعة 3/7. الفكرة ان انتوا تخلي بالكم معانا وتقفوا معانا يعني، وتشوفوا ايه رحلة الصيد. طبعا انا عاوز اعمل حاجة غريبة جدا بالعيش بتاعنا اللي هو الايه اللي موجود عندنا. فانتوا تخليكم معانا لما نجرب الحاجه دي، ما تروحوش في اي حته. احب انوه على حاجه لكم برضك عشان خاطر ما يتعدنيش. انا هعمل دلوقتي عشان خاطر اطعم عشان احضر السمكه او الدور، لازم اعمل الفكره دي فكره ممتازه. جبت ازازه اهيت وخرمتها اهي ثقوب صغيره، وهوريها قدامكم. دي جبت غله اهيت ناشفه، وده دي برضه هوريها لحضراتكم قدامكم دلوقتي عملي. وخليكم معانا لحد ما اعمل لكم الايه الحكايه دي، ما تروحوش في اي حته. رجعت لكم تاني اهوت عشان خاطر برضه هذكركم. انا هعبي العيش اهوت اللي انا كسرته بالازازه قدام حضراتكم كده، عيش الفينو. على المية، احنا على المية. احنا على الميه اهوت قدام حضراتكم. دي بقى جميله جدا، وبتجيب الدقيق والغله وتروح حاطط ايه شويه من العيش ده اهو، وتعمل الدور بتاعك على الميه زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو. طبعا حطيت نسبه من العيش اهيت، احط نسبه من الغله. اللهم صل على حضره النبي. اجيب برضك شويه غله، شويه غله. معلش الازازه بقى حلقها يعني ايه مضايق شويه، ماشي. غله ناشفه عاديه خالص اهي. دي بقى فكره ممتازه جدا جدا.
تحضر لك السمكه قدامك، السمكه تلحس في الازازه وتبقى مشوقه، لما تنزل بالغله تشتغل معاه. هرجع لكم تاني فاصل. رجعنا. رجعت لكم تاني اهوت. انا عبيت الازازه، خلطت الدقيق مع الغله مع العيش الفينو. العيش الفينو ده القديم، العيش الفينو القديم بكسره وضفت عليه الغله اهو زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم اهو، مكسره اهو، وضفت عليه الغله والدقيق عشان اعمل الدور. طبعا انا عاوز اشبع، مش عاوز اشبع السمكه، انا عاوز ادوقها بس ما اشبعها، يعني اطمعها اللي هي تلحس في الازازه، واللي بقى تبقى ايه يعني تبقى عليها شقه في الايه ما تشبعش. وهحطها قدام منكم في الميه اهي عشان تعمل لي الدور اهي قدام حضراتكم اهي، وخليكم معانا. رجعت لكم تاني اهوت عشان اوريكم الازازه هحطها فين حته بالظبط في الميه، وشوق السمكه ولا تدوقها ولا تشبعها. قدام حضراتكم اهي هرمي الازازه قدام مني في الدور عشان تجمع لي السمكه او الحاجه اللي انا حصلتها. هي لما تشرب هتغطس اهي، بتغطس اهي. صور الازازه خش عليها اهي، بتغطس قدام حضراتكم، هتركب في المكان اللي انا عاوزه. بص 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 اهي، نسحبها تاني اهي. شوف عكرت الميه اهي عشان تعمل لي الضوء اهي. شوف انزل تحت بقى تحت السنه وامسكها بالفتله لحد ما تغطس قدام مني بالظبط اهي اهي. شوف 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 عاوز انزلها في الدور تبقى قدام مني، هي هتغطس لوحدها اهي. طبعا الغلك منها ناشفه، مش مديك الحاجه اللي انت اللي انت عاوزها. عايزها تثبت عم نجاح، فتلة تانية واربط فيها طوبة من الغطا، بص هتلاقيها ثبتت في المكان اللي انت عايزه. انا عاوز طعم اعملها يا عم ايوب. حط الطوبة. بتقول انت يا عم ايوب؟ حط الطوبة بفتلة تانية او اربطها بنفس الخيط طوبة كده. طبعا احنا معانا عم ايوب اهوت برضك بيقول لي على المعلومه اهو، بيقول لي ثبتي طوبة وعم نجاح بطوبه، ما تكون طوبة حمراء ولا حجر. واخد بالك، هتقلها لتحت والتانية واقفة زي ما هي. ماشي. الله ينور عليك. الله ينور عليك يا عم ايوب يا عسل. هتوزنها وارمي بقى زي سقط من مكان ما انت عايز. الله ينور عليك يا عم ايوب يا عسل. خليكم معايا. خليكم معانا. سواء الطوبة في السيد تربطها جامد. الطوبة محززة شوية، ودي هتثبت لك الطوبة 100 هتغطسها تحت. ايوه تمام. الطوبة خفيفة على فكرة. خفيفه شوف حاجة تقيلة خد اهي. شوية. جبت تقل كبير اهو، بس اهم شيء تبعدها عن الدور عشان خاطر ما تسبقش منك في بالسناره بالعود. ايوه
طلع على جنب كده. يبقى على جنب في جنب الدور. فتلة جامدة على كده. 25 30. ربطت لها الطوبه اهيت يا جدعان اهيت، وهرميها تاني في الميه. ايوه رقدت. اهم شيء تبقى بعيد عن الضوء بس. طبعا هي هتاخد وقت قبل ما تختص، والعود اهوت 64، الوش 25. دي العده المستعمله للاستخدام يا جدعان. قدام حضراتكم غماز اهوت صغير عشان هنصطاد ايه؟ هنصطاده غله قدام حضراتكم. وخليكم معانا يمكن لو في حاجه هنوريها لكم ان شاء الله، ما تروحوش في حته. السلام عليكم. انا عملت العيش اهوت قدام حضراتكم اهو. هيعمل احسن دور والسمك هيتلم عليها دلوقتي، وهننزل غله ان شاء الله. وربنا لو في حاجه ان شاء الله هنصورها لكم. تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اخوكم نجاح المداح.